تأخير زواج البنات بحجة تكمل دراستها مثلا، وهذا بالمنظور الإسلامي مرفوض. رسول الله صلى الله عليه وآله فاليوم على المنبر خلي نسمع نصيحته في الزواج المبكر إذا بلغت البنت مبلغ النساء، صار عندها نضج فكري وبدني. يقول صلى الله عليه وآله: هبط علي جبرائيل ويقول ترى هذه البنت لما تكون بالغة وناضجة مثالها مثل الثمرة على الشجرة، مثل التينة ومثل التفاحة لما تنضج لابد أن نقتطفها وننتفع من عدها ومن هالثمرة هاي والطاقة اللي موجودة بيها، وإذا أخرناها وبقيناها على الشجرة تفسدها الرياح والشمس. كذلك النساء لا دواء لهن إلا البعولة، لا دواء لهن إلا البعولة، والقائل هو الله سبحانه وتعالى. الزواج المبكر مع نضوجها سيكون لها دواء من كثير من الأمراض الأخلاقية اللي قد تصيب هذه البنت، خصوصا هذه الأيام، والإغراءات الكثيرة اللي يخليها تعاني كثيرا، وكذلك الشباب. الله الله في الزواج المبكر ونقتطف هالثمرة بعد هي جميلة وناضجة وبكل طاقتها.